في فلاح مسبب غضب واسع في الشارع الجزائري والسبب فيديو انتقامي. بس انتقامي من مين؟ من الإبل. فالفلاح اشتكى من تخريب الإبل لمحصوله الزراعي واختار انه ينتقم منهم، ووثق انتقامه صوت وصورة. شوفوا كامل كلام، ها رصيد، ها رصيد، ها رصيد، ها رصيد، ها رصيد، أي حاجة هذا، ها رصيد، يا اللي يشرب مانيش متحمل المسؤولية، اللي مجاور معبي رصيد إلا شربوا اللهم بارك. مربي إن شاء الله يشرب. زي ما شفتوا في الفيديو، الفلاح حط أسيد في الخزانات اللي بيشربوا منها الإبل، وقال إنه اللي يشرب من هذا الماء يتحمل. وطبعا الإبل شربت ونفقت. وطبعا الفيديو لما انتشر عمل جدل وغضب كبير، والناس انتقدت الفلاح على تصرفه غير الإنساني وغير الأخلاقي، وقالوا إنه هذه وحشية متعمدة ضد حيوانات. هذا غير اللي اعتبروا تصرفه جريمة كمان ضد الثروة الحيوانية في البلد. وشفنا بعدها مربي إبل بيطلع في فيديو صور فيه نفوق عدد من الإبل الخاصة فيه وبمربيين آخرين، وبيتوعد برفع شكوى للسلطات وبيطالب بتدخل وزير الفلاحة. ها العينة قدامكم، ها البل يقتلوا فيها الفلاحين بالدواء. والبل مخلطة ياسر، فيها من عين صالح، فيها من المنيعة، فيها من تليلي، فيها من البيض، فيها من انتي ميمون. البل كلها مخلطة هنايا وماناش عارفين كيف صار فيها. وهذو 4 نياق ولا 5 نياق اللي عماتوا، اما اللي غايبين ماناش عارفين. المهم احنا هذا كلنا نرفعوا شكوى للسلطات القضائية والسلطات المعنية، السلطات الولائية على رأسهم المنتخبين، ونشوفوا الأمر وين يمشي. إلى كل فلاحين، إلى وزير الفلاحة نطلبوا منه التدخل العاجل في هذه القضايا. وفعلا شفنا تدخل من وزارة الفلاحة اللي أعلنت إحدى المديريات التابعة لها عن فتح تحقيق، وأكدوا أنهم تعرفوا على صاحب فيديو التسميم وأنه تقدمت بحقه شكوى رسمية للسلطات المختصة. لكن للآن ما في أي معلومات